تعالى هعرفك ان ده اكتر نادي ضلالي عبر التاريخ. اكتر نادي ضلالي شفته. الفيديو اللي هوريلك ده كان من يومين بالظبط. تمام. وهم بيتبرعوا لبعض وبيشحتوا من بعض عشان النادي مش لاقي ياكل والنادي فقير ومش لاقيين ندفع ثمن الكهرباء بتاعت النادي. احنا في مصر عندنا 50 مليون زملكاوي. 50 مليون 50 مليون مشجع. هو حد هيراجع وراك؟ لا يقل عن كده، ما بال اكتر. انا لو في قرار من مجلس الاداره طبعا وموافقه من الشباب والرياضه والحاجات دي كلها، انا بتمنى وبمون على كل زملكاوي يدفع 100 جنيه ايوه، بس. كل واحد يعني بص، واحد مثلا بيقبض 3000 جنيه في الشهر ولا 2000 جنيه في الشهر، يتبرع لواحد بيقبض ملايين في الشهر. لو يلا كل كمل، زملكاوي قول. دفع 100 جنيه في حساب نادي الزمالك، احنا هيبقى عندنا 5 مليار جنيه. لو عندنا 5 مليار جنيه هتحط وديعه في البنك، نادي الزمالك مش هيطلب مليم من اي حد. الله لو عليك. الاقتراح ده انا بتمنى ان مجلس الاداره ياخده ويتبناه، وهيبقى اقتراح عظيم جدا جدا جدا. طبعا في ناس هتدفع اكتر من 100 جنيه، يعني انا بقول ادنى حاجه 100 جنيه، لكن في ناس هتدفع 100,000 جنيه و50,000 جنيه و10,000 جنيه و5,000 جنيه. لكن انا بتمنى دي تحصل. لو دي حصلت نادي الزمالك المشروع المالي بتاعه انتهى. طيب تمام. تعال نشوف كابتن علاء صادق بقى بيقول ايه على الضلاليه دول. الكذاب الضلالي اللي بيطلع على الشاشة يبكي ويولول وبيقول الزمالك فلس وهيموت والزمالك هيقفل، هو النهاردة الكذاب الضلالي اللي تعاقد مع مدير فني كرواتي لتدريب الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك. زي ما حضرتك سمعت بالظبط، مدير فني كرواتي أجنبي هياخد بالدولار وهيدرب كرة اليد، مش كرة القدم. كرة اليد اللي ما بتجيبش للزمالك مليم، كرة اليد اللي ما بتجيبش للزمالك دولار، هيجيبوا لها مدير فني كرواتي كان بيمرن اولمبياكوس اليوناني السنة اللي فاتت، كان بيمرن منتخب كرواتيا اللي خد ثالث اوروبا سنة 2016. مدرب كرواتي سعره نار، الزمالك رايح يجيبه. الزمالك علشان يمضي مع يقول لك الكرواتي عشان ده يمضي بس زيلكو واخد بابيتش 50,000 دولار. 50,000 تمام، دولار كمل. توقيع بس علشان يحط القلم ويحط الحبر كده. 50,000 دولار توقيع. سمعة الزمالك سيئة، انتوا عارفين. محدش بيرضى يمضي دلوقتي من الأجانب غير لما يبقى ياخد مبلغ تحت الحساب. زيلكو بابيتش 50,000 دولار تحت الحساب. ياه. وهيطلع الكذاب الضلالي بعديها في قناة